السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو خطيره البنات، انا متاكده انا غادي تعجبكم. اليوم غادي نحضر معكم واحد الطويجين بالبصله والزبيب كيجيب مذاق المروزيه. البنات كونوا اكيدين. ندوزو دابا لطريقه التحضير. اول حاجه كنبدا بها البنات هي خديت واحد الطويجين ديال الطين، درت فيه شويه ديال البصله وشويه ديال اللحمه وتقلل ليها. صافي هنايا كناخذ واحد الكيلو ديال البصله تقريبا، سواء تقطعها دوائر البنات ولا طويله بحال بجوجهم كيجيو بمذاق بحال. بالنسبه للعطريه البنات هنايا كنستعمل شويه ديال الخلق ومعلق، شويه ديال المليحه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال السكر البنات. السكر نفس القياس ديال السكر نفس القياس ديال الملحه. ضروري البنات اللي بزار تحميره طريقه ديال القرفه. بالنسبه للبنات القرفه راه كتواتى بشكل كبير مع الزبيب والبرقوق. استعملوا البنات شويه ديال القرفه، ما تكثروش فيها. ضروري كندير شويه ديال الثومه والعطريه ديال المروزيه كتجي خطيره البنات بهاد الطويجين. راه كاع هذوك اللي كيجيو عندي كيبقاو يسولوني على هاد الطويجين، انا درتو لكم دابا. تفرجوا فيه واستافدوا، وإلا عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. هنايا غادي نستعمل شويه ديال اللوز. هاد اللوز البنات كيجي كنزين به. هنايا غادي ناخذ شويه ديال الزبيب البنات. هنايا كما كتشوفوا درت غير كياس واحد الكاس ديال الزبيب ما عامرش. غادي ندير ليه شويه ديال الماء باش عادي تنفخ. غادي نزيد ضروري البرقوق كما قلت لكم البنات. هنايا قياس شي 18 حبه ديال البرقوق، كتجي خطيره البنات واعره. غادي نوريكم الطريقه ديال البرقوق باش كيجي زوين. غادي نزين به وغادي نزين بواحد الحبه ديال البيضه. حتى الايديال كنستعملها ديال الفاني باش كتجي واعره. هنايا قبيطه ديال الربيعه البنات. صافي دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه كنبدا بها البنات هي كنقطع البصله ديالي دوائر. راه باقي الطاجين ديالنا كيتشحر. هنايا هزيت البرقوق ديالي، زدت عليه الماء سخون البنات مغليان. هكا غادي نوضعو تسلق في هاد الماء طايب. بالنسبه للقرفه ديالي البنات كنزيدها واحد المعلقه ديال القرفه، كتواتى بشكل كبير مع البرقوق. وكنزيدها الزيت باش كتعطيها واحد اللمعان خطيره البنات. هانتوما غير جربوا الطريقه ديالي راه ما غاديش تندموا عليها وغتبقاو تشكروني في لي كومونتير. هنايا بالنسبه للزبيب كنكبو كندير ليه حتى هو الماء سخون، كنخليه باش يتنفخ، كنحطهم بجوج على جنب. بالنسبه للبرقوق كنحطو فوق البوطه، والزبيب غير كنحطو على جنب حتى يتنفخ ليا. صافي دابا البنات غادي نقطعوا البصله ديالنا. صافي البنات من بعد ما قطعت البصله ديالي دوائر هانتوما كما كتشوفوا انا قطعتها على يدي، جاتني بحال الا قطعتها بلا ماشين نفس الدوره البنات كما كتشوفوا. انا نوري لكم نفس السمك. صافي دابا غادي نزيدها على الطواجن ديالي كما كتشوفوا. راه ديجا تقلل ليا البنات مزيان، وزدت ليه ضروري البنات نصيحه كتزيدوا ليه 3 ديال هانتوما كيف ما شفتوا اللون ديال العظومه ديال التمر باش كيجي اللحم فتي ودغيا كيطيب. هانتوما كما كتشوفوا. وضروري البنات كنزيد ليه شويه ديال العطريه من الفوق قبل ما ندير هاد البساله ديالي. كما كتشوفوا راه خدا واحد اللون ذهبي خطير البنات. دونك كما قلت لكم ما تنساوش العظيمات ديال التمر، درت 3 لتحت باش كيشد لي واحد اللون خطير. صافي دابا غادي نزيد البصله. كنزيد البنات غير نصف الكميه. هانتوما كما كتشوفوا غادي نزيد نص ديال الكميه بهذا الشكل. صافي البنات من بعد ما حطيناها كنشدو هذيك العطريه اللي قلت لكم في البدايه، كنميلونجيوها مزيان البنات باش ما تبقاش لنا الحبيبات. صافي كنبداو نسقيو هاد البصيله ديالنا كما كتشوفوا باش ما تبقاش لنا الجهه الفوقانيه بيضاء والوسطانيه، الجهه الفوقانيه فيها العطريه والوسطانيه بيضاء. هنايا البنات هذه الطريقه اللي كنستعملوا كيحماقوا عليها كاع اللي كيجيو عندي. ضروري البنات ولا تقدروا تشربوا كل شيء، تتخلطوا البصله كامله مع ديك العطريه عاد تحطوها. صافي هنايا غادي نبدا نزيد طبقه بطبقه ديال البصله وانا كنشربها البنات.
السر البنات في البنه هي انني كنزيد شويه ديال الربيع كما شفتوا، عاد كنزيد طبقه ديال البصله، كنبقى نزيد ربيع وكنشرب بديك العطريه اللي خلطت معاكم. هذا هو السر ديال هاد الطويجين البنات، كيجي خطير، كنتمنى تجربوه. من بعد ما كملنا كنجيو للقبه ديال الطاجين وكنحطوا هذاك الزبيب ديالنا البنات من بعد ما تنفخ. صافي دابا غادي نحطوا الطويجين ديالنا على المهله البنات تيتكراميليزا ديك البصيله، راه كيجي خطير البنات. وكاع اللي كيجيو كما قلت لكم راه كيسولوني على الطريقه، هذه هي الطريقه اللي كنستعمل. ما غاديش تندموا الا جربتوها، كنتمنى تجربوها. ولا جربتوها وعجبتكم ما تنساونيش من لايك والاشتراك وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات البنات. هذه وصفه خطيره وكنتمنى تجربوها. بعد ما طاب لينا البنات البرقوق وتسلق لينا كنقلبوه فحال هكا بيدينا. صافي كنزيدوا ليه 2 معالق كبار ديال السكر كما كتشوفوا، وكنحطوه فوق البوطه البنات حتى كيتكراميليزا. كنزيدوا ليها البنات هذيك الساشيه ديال الفاني، هذيك ردوا معاه البال البنات في هذه اللحظه هذه، حيت دغيا كيشرب هذاك الماء. دونك حطوه على المهل حتى يتكراميليزا. كنزيدوا ليه دابا ديك الساشي ديال الفاني او ميم طون كيتنفخ وكيعطي واحد النكهه واعره. دابا راه طالعه واحد النكهه خطيره. صافي غادي نحطوه فوق البوطه حتى يتكراميليزا. من بعد ما بقات 5 دقائق باش يطيب البنات هاد الطويجين الخطير، كنزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال السكر وكنسقيوها بهذيك لاصوص ديال الطويجين هكا باش كتكراميليزا ليها حتى هي. بالنسبه للبنات هذاك البرقوق راه طاب لينا، حتى هذيك المي هذه البرقوق اللي فيها ديك النسمه ديال الفاني كنزيدوها هكا على داك الزبيب ديالنا، كيجي واحد النسمه خطيره. صافي البنات دابا راه بقات 5 دقائق ونطفي عليه. ها هو البنات الطواجن ديالنا وجد كما كتشوفوا. زينته بهذاك البرقوق اللي وجد، حتى البيض اللي سلقتها قطعتها على 4 وزينتها. الطريقه زينه البنات كتبقى عليكم نتوما. بالنسبه للوزه البنات راني فسختو وقليته شويه في الزيت. كنديروا البنات الزيت تكون بارده وكنقصوا عليه باش ما يتحرقش لينا. هكا البنات هبطوا بخويطات. بالنسبه للطاجين البنات واحد الريحه ما نعاودش لكم طالعه منه يا سلام. كنتمنى تجربوها. راه حتى دوك الناس اللي قالوا لي بغاو الطريقه ديال الطاجين اللي كنحضر راه ما جاوش وقالوها هكاك. المهم البنات كنتمنى تجربوه غادي يعجبكم. انا رجعت معكم طاجين البنات ديال بعد البصله ما زينت والزبيبه الطاجين البنات ديالي راه كيف ما وجد، كتشوفوا. كيجي اقتصادي سهل واحد اللذه فيه ما تشبعوش منه، كيجي خطير البنات. كيجي بالنسبه ممتاز للتزيين راكم شفتوا معايا كيفاش زينتو البرقوق والبيض واللوز. نتوما زينوا بالطريقه اللي بغيتو، كيبقى اختياري. الطريقه كتبقى اختياريه، المهم هي اللذه. هو طويجين عادي وين فيه المذاق ديال المروزي البنات غادي يعجبكم. الا عجبكم البنات ما تنسونيش من لايك والاشتراك وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. دمتم في امان الله، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، وشهيه طيبه ان شاء الله وبالصحه والراحه الطويجين.